السلام عليكم الأخوة المتابعين. طبعا هذه زيارتنا إلى عمنا الشيخ غنام بن هادي الفريدسي الرشيدي من ديار بني رشيد منطقة الثمد، من علم من معالم عبس. أيضا أعطنا يا أبو صالح المنطقة هذه تاريخها وسيرتها الذاتية. المنطقة هذه أساسها منطقة من مناطق غطفان، نعم، وخصوصا عبس. هذه منطقتها الرأس الأبيض وما حوله، وخيبر وما حولها. ما شاء الله، ما يشاركون فيه غير ذبيان بن عمه، ما شاء الله تبارك الله. ذبيان بن بغيض نعم، ابن ريث ابن غطفان، وعبس بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. نعم، هذه دياره من هنا لحايل القصيم إلى المدينة. لهذا هي الديار اللي هو واقعين فيها. نعم. ومن بعدهم طبعا ومن بعده بني رشيد تحول بعد ان القبائل انتهت. نعم، تحولوا بني رشيد العبسية. نعم. إلى هذا هي الديرة وما حول. هذه ديارهم ومراتعهم وأراضيهم ونخيلهم. نعم. ومبانيهم. هذه الحقيقة. الله يجزاك وبيض الله وجهك. طبعا كما ذكر أبو صالح أن هذه ديار الرشايدة سلايل عبس غطفان، وأبناء عمومتهم أيضا من ذبيان توارثوها كابرا عن كابر من أجدادهم قبيلة عبس الغطفانية. هذه المباني اللي فيها وهذه اللي يشاف هذه قديمة من قبل التأسيس، وبعد التأسيس طلب عليها ديان بن هادي أن ينزل فيها وأن يجمع المسلمين حولها، وطلب شيخ علم من الرياض يسمى الخزرج، وجاء هنا ودرس للشباب بهذا المسجد الدين. ما شاء الله. هذا محراب طبعا للمسجد. هذا محراب المسجد، هذا هو. نعم، ما شاء الله. والمسجد الديرة كلها قديمة من قدمها، تحتاج إلى ترميم. نعم، وإن شاء الله قريبين على ترميمها. الله يجزاك. والمنطقة هذه اسمها الثمد، والثمد أكبر بلدة حول خيبر. نعم، أكبر بلدة توجد حول خيبر هي الثمد، حدودها واسعة. نعم. جدا، وبلد قديم وفيه سدود. نعم، على وقت والله لا نعلمه. أثرية قديمة، ما هو عدة سدود، من ضمنها سد البنت، سد كبير على وادي الغرس. نعم، اللي هو من مصبات وادي الثمد، اللي هي قريبة على خيبر حوالي 20 كيلو عن محافظة خيبر. نعم. تابعة لنفس محافظة خيبر الأثرية. ما شاء الله القديمة. نعم، ما شاء الله. ونفس الشيء هي قديمة مثل ما هذه قديمة. الله يجزاك خير أبو صالح. وننتقل معكم في فقرة ثانية ونشوف المسجد من الداخل والمباني من الداخل، وتابعونا. الآن طبعا ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي رؤية المسجد من الداخل. هذا المسجد الذي روانا روايته عمنا الشيخ غنام بن هادي الفريدسي الرشيدي. حياك الله يا أبو صالح. الله يحييك. طبعا هنا المحراب. هذا المحراب. نعم. وهذا المسجد. ما شاء الله تبارك هذا الله. الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. ما شاء الله. هنا في مصر نقول عليها خلوة أو كتاب، أو ما كان يحفظون هنا قرآن في المسجد هذا والصلوات. زي ما قلت لك سابقا، جبنا للمسجد نعم شيخ من الرياض يسمونه الخزرج. ما شاء الله تبارك الله. ودرس الناس وعلمه القرآن وعلمه العلوم الطيبة كلها على وقت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود. الله يجزاك خير أبو صالح على المعلومات القيمة هذه. وكما رأيتم الأخوة المتابعين، وعسى يكون عمنا الشيخ غنام بن هادي الفريدسي من بني رشيد في منطقة الثمد أفادكم بهذا التراث العظيم. وتابعونا إلى انتقالية أخرى أيضا إلى باقي المنطقة الأثرية من الداخل. ونبدأ معكم أيها الأخوة المشاهدون بعد الفقرة الأولى من رؤية المسجد من الخارج، والفقرة الثانية من رؤية المسجد من الداخل. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة، وهي هذا المنزل أو الغرف بيحكي لنا أيضا عليها عمنا الشيخ غنام. شيخنا أبو صالح،
الغرف هذه الغرف هذه بيت هديان بن هادي. نعم. الشيخ هديان بن هادي، قريبة من المسجد. نعم، مطلة على المسجد مباشرة. مطلة على المسجد مباشرة. نعم. وهذه سكنة هنا هو. أيوة. نعم. الله يجزاك خير. كما ترون هذه غرف، يعد منزل آنذاك، سكن مطل على المسجد كما سمعتم من عمنا الشيخ